السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة جدا وبسيطة جدا، سندوتش كده على السريع، ينفع غدا، ينفع وجبة عشاء جميلة. صنفنا النهاردة هو سندوتش اللحمة بالجبنة. زي ما انتوا شايفين كده السندوتش بتاعنا الجميل. هنشوف الطريقة بتاعته السهلة البسيطة اللي بتتعمل في أسرع وقت ممكن واللذيذة جدا. أكيد هتجربوا وهتشوفوا قد إيه هي لذيذة. يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا وخطوات العمل. مقاديرنا النهاردة هنجيب لحمة ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سلايزات كده، شرايح يعني. ايوه شرايح رفيعة كده. اول حاجة هنعملها هنتبل اللحمة بتاعتي. هنجيب معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، ونتبل اللحمة كويس قوي. هنتبلها ونقلبها كويس قوي. وهنجيب في الوقت ده طاسة ونسخنها كويس على البوتاجاز، ونقوم حاطين فيها زيت يسخن كويس قوي. نضيف بصل متقطع بالشكل ده. دول حوالي بصلتين كبار. هنسيبهم على النار ونقلبهم من وقت للتاني لحد ما يتبلوا ويخشوا على الاصفرار، يعني ما يتحمروش، يعني دوب يصفروا. وبكده يكون البصل بتاعي جاهز واستوى زي ما انا عاوزاه يوصل للسوا ده بالظبط. هنشيله بقى من على النار في طبق كده لوحده. هنجيب بقى اللحمة بتاعت المتبلة، وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها البصل هنحط اللحمة تتشوح. هنسيبها بقى تستوي وتشرب ميتها، ومن وقت للتاني نقلب فيها. شرايح اللحمة بتاعتي رفيعة، أنا مقطعاها رفيعة عشان تستوي بسرعة. دلوقتي قربت اللحمة تشرب ميتها كلها. هبدأ بقى في الوقت ده أحط الصويا صوص بتاعي والباربيكيو، ودي الصوصات اللي هستعملها معايا في الصنف ده. هنحط معلقتين باربيكيو ومعلقتين صويا صوص. الصوصات دي بتدي طعم رهيب للحمة. ونقلبهم كويس قوي بعد ما نضيفهم. هبدأ بقى أضيف الملح بتاعي وأظبط الحدق بتاعي كويس قوي.
وبعد كده اجيب البصل بتاعي اللي انا رفعته من على النار اضيفه على اللحم واقلبه كويس قوي مع اللحمة. وبكده خلاص صنفنا يكون جاهز. هنبدأ بقى نجهز الساندوتش بتاعي. يلا نشوف هنجهزه ازاي. هنجيب العيش بتاعي ونقسمه بالشكل ده ونحط فيه اللحمة بتاعتي، وهنجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتي واقوم حطاها مع اللحم بالشكل ده. وبعدين هناخد الساندوتش بتاعي في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها اللحمة والبصل ونحطه ياخد اللون الجميل الذهبي من ناحيتين، وكمان الجبنة اللذيذة بتاعتي تسيح جوه الساندوتش. هنبدأ بقى دلوقتي نشوف ساندوتشنا بعد ما استوى وبقى باللون الروعة ده. شايفين الجمال؟ شايفين الجبنة سايحة جواه ازاي؟ مش بس شكله جميل، طعمه كمان لذيذ جدا جدا. جربوه وهتشوفوا قد ايه هو لذيذ. وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم، واستنوني بقى في وصفة جديدة من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.